السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض البرياني بطريقة حلوة جدا هتعجبكم، وكمان تتبيلة للفراخ مختلفة. وكمان الرز بقى عايزة أقول لكم الرز ده طعمه خطير بجد. هعمله النهاردة إن شاء الله معاكم بطريقة مختلفة عن المتعودين عليه، بس هيعجبكم بجد ونتيجته هتبقى حلوة قوي. وهنضيف عليه إضافات كده بسيطة هي مختلفة شوية وهتحسوا إن هي غريبة، بس هتعجبكم جدا في الطعم، في النهاية هيبقى حلو قوي. تعالوا نعمله مع بعض، بس في البداية نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا ما ننساش بقى نشترك في القناة ونفعل الجرس ونضغط على لايك للفيديو. ويلا نسمي الله وندخل في الوصف. اول حاجه انا جبت قطع فراخ وشلت الجلد بتاعها، وطبعا غسلتها كويس جدا. تعالوا نعمل تتبيله للفراخ. اول حاجه هنجيب بقى جنزبيل بفريش وخمس ست فصوص توم كبار كده، وابتديت ان انا ابشرهم كويس جدا. وبعد كده ننزل بقى في البوله بتاعتنا، وعندي شويه بقى بهارات كده جافه كده. عندي فلفل اسود وكركم وكاري وتوابل فراخ وكزبره وبابريكا. ننزل بقى بكل حاجه بمعلقه كده تكون حلوه، عشان نتبل الفراخ تتبيله بقى تكون حلوه ومختلفه. وبعد كده ننزل عليهم بقى بكوباية من الزبادي. كوباية الزبادي دي مهمة جدا في الوصفة دي، لأنها طبعا بتخلي الفراخ طالعة معاكم طرية، وفي نفس الوقت هو البرياني بيتعمل بزبادي. خلاص نقلب بقى الوصفة بتاعتنا دي، نقلب التوابل دي كويس جدا، ندوبها مع بعض كده. بس طبعا انا في المرحله دي ما حطيتش ملح، يعني عشان بحس ان الملح يعني ايه بيخلي الحاجه تستوي ابطأ، بس يعني فسبت الملح دلوقتي، هنضيفه في الاخر خالص. بعد كده ننزل بقى بقطع الفراخ بتاعتي في التتبيله دي. واهم حاجه بقى ان احنا اهم حاجه ان احنا نحاول بقى على قد ما نقدر ندخل كل التتبيله دي في كل اجزاء الفراخ، نقلب بقى كويس جدا ونتبل الفراخ كويس قوي. ويفضل بقى ان احنا نسيب الفراخ دي في التلاجة شويه، يعني انا سبتهم في التلاجة حوالي ساعتين كده ولا 3. ويعني لو انتوا بقى عايزين تعملوا التتبيله دي كده من قبلها بيوم، يا سلام، يبقى تاكلوا فراخ، بس هي في الاخر برضو هيبقى طعمها حلو قوي حتى لو ما سبتوهاش وقت كبير. هنحطها زي ما قلت لكم في التلاجة شويه بعد ما تبلتها كويس. وبعد كده تعالوا بقى للمرحله التانية. انا جبت 4 بصلات كده يكونوا حلوين، ابتديت ان انا اقطعهم جوليان بالطريقه دي، وبعدين هننزل عليهم بمعلقه من النشا. وفي نفس الحله اللي هعمل فيها الرز هجيب بقى شويه من الزيت، ونبدا ان احنا البصل ده نبتدي ان احنا نكرمله كده لياخد اللون الذهبي، عشان طبعا عايزاه يبقى مقرمش معايا. هقول لكم دلوقتي هنعمل بيه ايه. زي كده ما كاننا بنعمله للكشري. هنبدا بقى ان احنا ندبل البصل ده ونخليه بقى ياخد القرمشه الحلوه بتاعته بالشكل ده. وبعد كده نخرجه بقى، اول ما بدأ ياخد اللون ده نخرجه بقى على طول، ما نسيبوش بقى اكتر من كده، عشان طبعا ما يتحرقش ويمرر ويبوظ لكم الوصفه خالص. فناخد بالنا اول ما بقى لونه ذهبي حلو كده خرجته بقى في طبق. والزيت ده بقى اخدت منه قللته شويه طبعا، لان مش هستخدم كميه الزيت كلها. وبعد كده في نفس الحله بقى بعد ما قللت الزيت هبتدي ان انا بقى وهي سخنه قوي كده ننزل بقطع الفراخ بتاعتي، نديها تشويحه كده صدمه حلوه. وبعد كده طبعا انا معليه النار علشان مش عايزه الفراخ بتاعتي تفقد السوائل بتاعتها، وفي نفس الوقت تبقى يعني طعمها حلو. شوية بقى توابل جافة زي عود قرفة كده، وحبيتين من اليانسون النجمة، وتلات أربع فصوص حبهان، وتلات أربع فصوص كده قرنفل، وننزل بيهم برضو في الزيت. يعني عايزه اقول لكم الخطوه دي مهمه جدا، لانها بتخلي ريحه الزيت طبعا كده بتقلب ريحته، فبتخلي الفراخ طعمها حلو. والتتبيله دي بقى مش هنرميها خالص، هنركنها على جنب دلوقتي، مش هينفع نحطها دلوقتي خالص، عشان بس انا دلوقتي بشوح الفراخ. اول ما ابتدت ان انا اشوح الفراخ بقى كده بالطريقه دي، هي مش طبعا مش هتاخد لون قوي يعني، بس يعني كفايه بس ان هي ريحتها تطلع وتاخد صدمه كده صغيره. بعد ما اتشوحت معايا الفراخ بقى هننزل عليهم بطماطميه كبيره كده او 2 متوسطين، ابتديت ان انا اقطعهم قطع صغيره. ومش هننسى بقى ان احنا نحط فلفل اخضر كده، فانا حطيت بس حبايه من الفلفل الاخضر الرومي. وطبعا لو حابينه سبايسي ممكن نحط طبعا حباية كده من الفلفل الحراق. وبعد كده تعالوا بقى التتبيلة اللي احنا كنا شايلينها دي على جنب. خلاص كده انا بقى عايزة خلاص كده هسوي بقى الفراخ، هنزل بقى بالتتبيلة دي كده لانها فيها الخير كله. ننزل بقى على الفراخ بتاعتي ونديها تقليبة كده، بعد طبعا ما شوحتها مع الطماطم شوية، اخدت كده تشويحة مع الطماطم. وبعد كده بعدين بعد ما نزلت بالتتبيلة بقى هنحط ايه بقى دلوقتي في المرحله دي؟ نحط الملح. هنحط بقى الملح بتاعنا ونتبل بقى، علشان طبعا خلاص كده الفراخ تستوي بقى، فيبقى طعم الملح كده داخل جوه الفراخ ويديها بقى ايه التحديقه المظبوطه. بعد كده هنزل عليهم بكوبايه من الميه، وبعدين نغطي بقى بس الاول قبل ما نغطي بس نسينا ان احنا نحط طبعا البصل المتكرمل ده، هننزل بقى بجزء منه ونشيل بس شويه صغيرين من البصل ده. هقول لكم هنعمل بيه ايه دلوقتي.
يعني مش هحط كله، هشيل بس شويه صغيرين كده على جنب دلوقتي. وبعد كده هننزل بقى بالملك بتاع الوصفة دي، وهو البقدونس والنعناع الأخضر. جبت النعناع، ورق النعناع الأخضر ده، وابتديت ان انا افرمه كده. على فكرة بيدي طعم، هو مش بيبان خالص بس بيخلي طعم الحاجة حلوة قوي. وبرضه هنشيل جزء من الخضرة دي ونخليها على جنب دلوقتي، هقول لكم برضه هنعمل بيها ايه. وبعد كده هنقلب بقى، نديها تقليبة كده، وطبعا فيها بقى سوائلها الكفاية. نخليها بقى نغطيها بس ونخليها تغلي كده بقى على نار هادية لحد ما نحس بقى ان الفريخ خلاص قربت تستوي، دخلت في مرحلة التسوية. بس نقلب بس البصل اللي تحت كده والخضرة بتاعتي، عشان طبعا الفراخ تاخد الطعم الجميل ده. وبعد كده بقى بعد ما خلاص قربت تستوي، هنجيب بقى حلة على النار في المرحلة دي، ونحط فيها برضو نجمة ينسون وقرنفل وحبهان وورق غار او ورق لوري. وبعد كده نسيبها تغلي على النار. اول ما هتغلي مش هننسى بقى معلقة ملح تكون حلوة كده. وبعد كده بدأت تغلي معايا، هننزل بالرز البسمتي المغسول كويس، مش هنقعه، انا مش بنقعه خالص، انا بس بديله بقى كده ايه سلقة محترمة كده، هسلقه سلقة محترمة. واهم حاجه ان نسبه كميه الميه تكون زياده خلاص، عشان طبعا الرز يعني ايه لسه هينفش معانا، فتكون كميه الميه زياده. اهو كده بقى، بصوا الفراخ بدات تستوي خالص اهوت. في المرحله دي الرز بيتسلق. اول ما بدا الرز بقى يتسلق معايا اهو، شايفين اتسلق يعني بياخد قد ايه في الوقت بقى، يعني بعد ما مجرد ما يغلي. هو طبعا اول ما بنحطه على الميه المغليه بيبدا ما يغليش شويه. اول بقى ما يبدا يغلي كده، ادوله كده 6 دقايق وتلاقوه استوى. يعني بعد 6 دقايق كده ولا حاجه هتلاقوه بدا ان هو يستوي، او 10 دقايق، يعني من 6 دقايق ل10 دقايق كده هتلاقوه استوى. بس مش عايزاه التسويه الكامله، يعني يبقى لسه برضو فيه قرشه صغيره كده. هنديله بقى معلقه من السمنه، ونديله تقليبه كويسه، لان السمنه دي اللي بتخليه يطلع معاكم فرفر وطعمه حلو. وبعد كده ننزل بقى، او مكعب من الزبده. بعد كده ننزل بقى بالرز ده، هننزل بنص كميه الرز بعد ما صفيته طبعا كويس جدا. هننزل بقى بنص كميه الرز دي. وخلي بالكم ان الفراخ لسه فيها نسبه سوائل، فتاخدوا بالكم من الموضوع ده. لو حسيتوا ان السوائل بتاعتها قلت، ممكن ان احنا نزود شويه سوائل قبل ما نحط الرز، شويه ميه. وبعد كده ننزل بقى في نص الرز بقى، هنحط شويه من البصل المتكرمل ده، وبرده شويه بقى شويه البقدونس والكزبره والنعناع اللي احنا كنا راكنينه على جنب ده، برده هننزله بقى في نص الرز. لان انا طبعا مش هقلب الرز مع الفراخ، فعشان برده الرز ياخد طعم حلو ويبقى لونه حلو وطعمه حلو، ناخد بقى ايه الحاجات دي نحطها في النص كده. وبعد كده ننزل بباقي كميه الرز. وزي ما قلت لكم هو طبعا سخن كده دلوقتي في المرحله دي، علشان طبعا ايه اهم حاجه ما نسيبوش يبرد بقى عشان يكمل تسويته. وزي ما قلت لكم يعني 6 دقايق 7 دقايق كده بكتير، يعني ما تزودوش عليه قوي، بس المهم ان هو يبقى لسه فيه القرشه بتاعته، يبقى تلت تسويه كده. ونغطيه بقى كده خلاص، مش هقلبه ولا هعمل فيه اي حاجه خالص، عشان انا عايزه الرز بتاعي يبقى زي ما شفتوه في اول فيديو كده، يعني حبايه وحبايه. بعد كده هجيب لون احمر كده، وبعد كده لون طعام او بقى زعفران، اي حاجه عندكم كده. بنحاول ان احنا نحط بقى جزء كده على الوش بالشكل ده، عشان طبعا الرز بتاعنا يطلع بقى الوان كده وشكله مبهج وشكله حلو ويفتح النفس. هنبتدي ان احنا نحط جزء كده، ومش هنقلب بقى الرز خالص، ونغطيه ونسيبه بقى كده على نار هاديه خالص. على بصوا يعني على اقل نار كده عندكم، هتسيبوه بقى لمده قد ايه؟ يعني بالكتير كده نص ساعه كده ولا حاجه. طبعا الفراخ مستويه والرز طبعا مستوي، بس هنسيبه بقى شويه كده. وتعالوا نقلبه بقى كده مع بعض. وشايفين بقى الجمال طبعا ما شاء الله، بصوا الجمال طلع عامل ازاي. وشايفين بس الالوان المبهجه، طبعا الرز اللي كان تحت اللي ملامس للفراخ اخد اللون الاصفر، والرز طبعا اللي احنا حطينا له اللون الاحمر ده شايفين اخد اللون الوردي الجميل. ولسه في بقى، لو هوريكم بقى دلوقتي، لسه في الرز الابيض من النص كده. بصوا بقى الجمال، شكله بجد يفتح النفس. وطبعا الريحه مش قادره اوصف لكم قلب الدنيا ازاي، وطعم الفراخ حلو قوي. جربوها وان شاء الله وصفه هتعجبكم وسهله ومش هتاخد معاكم حاجه، بس هتطلع نتيجتها حلوه. عايزه اقول لكم يعني احنا لو اشترينا الصينيه دي كده من بره، يعني بنشتريها بمبلغ. ما تعملوش بقى جنبها اكتر من سلطه الطحينه وشويه سلطه خضراء او سلطه الدقوس، اي حاجه بقى بتحبوها قدموها معاها. بس هي طبعا مع الطحينه مش بنستغنى عنها خالص، مع سلطه الطحينه. قدموها بقى كده بالهنا والشفا، وان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ونضغط اعجاب للفيديو، عشان احنا بنتعب في الفيديوهات قوي، خلوا بالكم. وعشان نستمر معاكم. ويلا بقى متنسونيش في دعوة حلوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.